السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الذكاء الاصطناعي دارجة. واش عمرك سولتي كيفاش كيخدم شات جي بي تي؟ اليوم غادي نشرحوا كيفاش كيخدم شات جي بي تي بطريقة بسيطة وبمقارنة بأمثلة مفهومة من حياتنا اليومية. تخيل معايا كاين واحد السيد جالس في واحد المكتبة سحرية قاري كاع الكتب اللي كاينين في العالم بجميع اللغات وكيقدر يجاوبك على اي سؤال كتسولو في ثانية. هادشي داير بحال الخيال العلمي، ولكن هذه هي الطريقة اللي كيخدم بها شات جي بي تي. يعني السؤال هو كيفاش كيخدم بصح. حنا في هذا الفيديو غادي نشرحوا فريمون كيفاش كيخدم بصح وكيفاش كيخمم وشنو كيدير وعلاش كيبان ذكي وعلاش بعض المرات كيعطيك اجوبه غريبه ومخربقه. هادشي غادي نشرحوه بابسط طريقه ممكنه باش كلشي يفهم. اول حاجه، شنو هو شات جي بي تي؟ شات جي بي تي هو نوع من الذكاء الاصطناعي سميتو نموذج لغوي، وتحديدا مبني على حاجه سميتها جي بي تي اللي معناها جينيراتيف بري تريند ترانسفورمر. ماشي ضروري تفهم هذه المصطلحات، الفكره بسيطه. شات جي بي تي داير بحال هذيك الميزه اللي عندك التليفون اللي كتعطيك اقتراحات الكلمات، ولكن هادي واحد بحال قلتي واحد الفيرسيون ديالها اللي متطوره بزاف، فهمتيني، بالاف المرات قويه على هذيك اللي كاينه في التليفون. فهمنا؟ هاد الفيرسيون ماشي غير كتوقع الكلمات الجايه، ولكن كتقدر توقع جمل، فقرات، مواضيع كامله، فهمتي؟ بحال الا كيهضر معاك شي بنادم، فهمتيني، بحال هو كيفكر وكيعطيك وتيهضر معاك وتيجمع كلشي داكشي اللي عنده وتعطيك داكشي اللي بغيتي، فهمتي؟ ماشي غير تيتوقع الاخر ديال الكلمه، فهمتي؟ هذاك اللي كاين في التليفون بحال قلتي دابا ولا نموذج بسيط، واخا هو راه معقد ولا نموذج بسيط مقارنه مع شات جي بي تي. ودابا باش نزيدو نفهمو مزيان غادي نرجعو للمكتبه السحريه ديالنا والامين اللي مكلف بها اللي سميناه جي بي تي. هذا الامين قلنا قرا كل شيء وكيعرف كاع الانماط ديال الكتابه، ولكن ماشي بحال شي بنادم ما كيفهمش، هو غير كيتوقع. مثلا الا قلتي ليه ثانيه مكان غادي يتوقع الجواب يكون في قديم الزمان، حيت شافها تكتبات بزاف ديال المرات في دوك الكتب وداك الشيء اللي قرا. ولكن الا سولتيه في السرليه فيزياء الكم بحال الا عندي 5 سنين ما غاديش يمشي يقلب على جواب واحد، غادي يسترجع جميع المرات وغادي يمشي يقلب على كاع داك الشيء اللي تكتب وفسروا الناس فيزياء الكم بطريقه مبسطه ويكون لك واحد الجواب جديد مناسب ومفهوم. بحال الا كيحط القطع ديال البازل، بحال هذاك اللي كيلعب البازل وكيكون هذيك الصوره كامله، حتى هو كيدير نفس الحاجه، كيمشي يقلب هنا ويقلب هنا ويقلب هنا وتيجمع دوك القطع وتيعطيك هذاك الجواب. هو ماشي كينقل ولا كيمشي يكتب داك الشيء كيف ما جاب الله، لا، هو كيجمعهم، كيمشي كيقلب على داك الشيء اللي خصو يتقلب عليه وتيجمع داك الشيء باش تيكون هذاك الجواب المناسب اللي بغيتي نتايا. وهذا الشيء كيديروا بناء على الانماط اللي حفظها، كيبني هذاك الجواب بناء على الانماط اللي عرف واللي حفظ من دوك الكتب وداك الشيء اللي شاف كامل اللي قلنا. بحال شي واحد كيتفرج في الافلام بزاف، هذاك اللي كيتفرج في الافلام بزاف كيولي كيعرف اللقطات اش غادي يوقع فيهم ولا المشاهد شنو غادي يوقع ولا تيتوقع، فهمتيني؟ بحال شي خبير ولا بحال شي مخرج، هو ما خبير ما مخرج ولكن تيتوقع، دونك تيوليو عنده هذوك الانماط كيكون هذاك الشيء. نقدروا نقولوا واحد الحاجه اللي زوينه في هذا الشيء هو هذا الامين هذا ديال المكتبه ما كيعيا، ما كيمشي يشرب قهوه، ما عنده عطله، ما كيمشي ينعس، ما حتى شي حاجه، خدام 24 ساعه على 24 ساعه، الوقت ما جيتي عندي تسولو غادي يجاوبك. ودابا السؤال اللوجيك اللي غادي نطرحه من مورا هذا الشيء اللي قلنا هو منين جاب هذه المعلومات كلها؟ واش شي حد تعلمه؟ غادي نقول لك شات جي بي تي ماشي تعلم، هو تدرب، دربوه، خدا كميات هائله ديال النصوص من المواقع وكتب ومقالات وكودات وتعلم كيفاش تكتب الكلام وكيفاش كيتسلسل وكيفاش كيهضر بنادم. هو راه ماشي كيتفكر الكتوبه والوثائق وداك الشيء اللي عنده، هو ما كيعرفهاش، هو ما كيتفكرش المحادثات ولا الهضره، هو راه داير بحال شي بونجا، فهمتيني؟ كتمتص هذوك الانماط ديال اللغه، كتشرب هذاك الشيء باش كتقدر تعطيك هذاك لا ريبونس اللي بغيتي، هذاك الجواب، فهمتيني؟ ماشي كيتفكر المعلومات دقيقه، لا، ماشي كيتفكر هو ديك المعلومه، لا، هو راه الانماط، هو راه الهضره، فهمتي؟ كيقاد الجواب بناء على الهضره ماشي على المعلومات، فهمتيني؟ على النمط ديال الهضره كيف قلنا في الاول. وهذا الشيء علاش بعض المرات كيعطيك واحد الجواب زوين وبعض المرات كيقدر يغلط، فهمتيني؟ اللي كيسميوهم لي زالوسيناسيون. هذاك الشيء كاين في شات جي بي تي وكاين في كاع الذكاء الاصطناعي. داك الشيء علاش تيقول لك خصك تفيريفي ديما من موراه، تقرا داك الشيء اللي كيعطيك واش لوجيك، واش هو هذاك، تمشي تفيريفيه في بلاصه اخرى. دابا تقدر تهزو تفيريفيه في اي واحد اخر ولا في ذكاء اصطناعي واحد اخر باش تقدر تعرف واش هذيك المعلومه صحيحه ولا لا. دونك في هذه الحاله اللي كيغلط فيها هو ماشي بغى يكذب عليك،
ولكن حيت هو غير كيتوقع ماشي كيعقل، فهمنا. ودابا نختصروا هادشي اللي قلنا ونلخصوه باش نقدروا نعقلوا عليه. كاينين 3 النقاط اللي هضرنا عليهم مهمين في هذا الفيديو. شات جي بي تي هو نموذج لغوي كيبني الجواب ديالو بناء على الانماط اللغويه. هو خدام بحال كي قلنا امين ديال المكتبه كبيره سحريه، كيتوقع ماشي كيفهم، تدرب على بزاف ديال البيانات كثيره ولكن ما كيعقلش على المصادر وما كيخزنش المعلومات. دابا الا فهمتي معايا كيفاش كيخدم شات جي بي تي راه قطعتي واحد الشوط كبير باش تفهم الذكاء الاصطناعي. ودابا بغيت نعرف واش عمرك خدمتي بشات جي بي تي، واش عمرو عطاك شي جواب غريب ومضحك؟ كتب لي في الكومونتير، بغيت نقرا الكومونتيرات ديالكم. وإلا عجبتك هذا الفيديو وفهمتي معايا كيفاش كيخدم شات جي بي تي بطريقه بسيطه بلا ما نكثروا الهضره ونعقدوها، دير لنا شي لايك وتابونا معنا في القناه، حيت ان شاء الله هذه القناه غادي تكون موجهه للذكاء الاصطناعي باش نفهموه بطريقه بسيطه وبالدارجه ديالنا المغربيه. ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات جايه ان شاء الله كتهضر على الصور بالذكاء الاصطناعي، البيانات، كيفاش دير تخدم الاي اي في خدمتك في حياتك اليوميه. دونك ما تنساش معنا السبسكرايب ديالك وخلي الذكاء الاصطناعي يكون سهل وواضح بالنسبه لك. شكرا بزاف.